السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل تحلية حلوة قوي بس ب20 جنيه. حاجة بسيطة جدا هتحلي بيها اولادك وهتحلي بيها بيتك وهتبقى مورقة معاكي بالشكل ده. هنعمل مع بعض الجلاش الحلو بطريقة سادة جميلة جدا، سادة من غير حشوات، مش مكلف، اقتصادي، ب20 جنيه بس هتقدري تعملي القمر ده. ما شاء الله، طعمه حلو جدا، طري من جوه ومن بره مورق وجميل وكريسبي، حاجة كده في منتهى الجمال. جربوها يتعجبكم. قبل ما نبدأ وصفتنا متنسانيش في اللايك والشير ونفعل زر الجرس لحبايبي اللي لسه مشتركوش في القناة، ونسمي الله ونصلي على الرسول. نبدأ بسم الله. أول حاجة يا حبايبي هنبدأ فيها القطر أو السيرب بتاع الجلاش. هيبقى معايا كوباية ونص سكر، كوباية مية، نص ليمونة، وشوية من الفانيليا. هنحضر حلتنا كده، هنزل بيها أول حاجة بكوباية ونص من السكر بالطريقة دي، وبعد كده هبدأ أنزل عليها بكوباية مية. هقلبهم كده تقليبة خفيفة خالص، أدوب السكر مع المية بالشكل ده حبايبي. بعد كده هبدأ أرفعهم على النار. أول ما يبدأوا يغلوا معايا غلوة بسيطة جدا هنزل عليهم بنص ليمونة عشان السكر بتاعي ما يسكرش كده مني، نص ليمونة كاملة بالشكل ده. هيغلي بالظبط كده معايا حوالي 7 دقايق، وبعد كده اخر حاجة هنزل بيها شوية من الفانيليا السايلة، وكده تمام، السيرب بتاعي جاهز. يلا بينا نحضر خلطة التوريق بتاعة الجلاش بتاعتنا زي ما عودتكم. هيبقى معايا نص كوباية من السمنة، كوباية زبادي، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونص كوباية من السكر البودر. تمام. اول حاجة هنزل بيها كوباية الزبادي، نفس مقدار كوباية الزبادي هعاير بيه السمنة والسكر بطريقة سهلة اهوت. يبقى السكر البودر بالطريقة دي، يبقى علبة سكر بودر في الزبادي كده نفس المقدار، وعليهم برضو علبة من السمنة أو سمنة بلدي على سمنة عادية المتوفر عندك. تمام. هبدأ كده أضيف كل المكونات دي مع بعض، السمنة مع السكر مع الزبادي، هقلبهم تقليبة حلوة كده لحد ما يتحولوا الخليط كريمي كده ناعم. آخر حاجة هنزل بيها معلقة صغيرة من البيكنج باودر عشان تديلي كده توريقة حلوة للجلاش بتاعتي، وفي نفس الوقت يخليها من جوه كده الزبادي مع السمنة مع السكر، هتخلي الجلاش بتاعي طري من جوه جميل جدا ومن بره كريسبي وحلو. تمام. بصوا اتحولت لخلطة كريم ازاي بالطريقة دي. هبدأ انزل بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر، هقلبها تقليبة حلوة كده مع بعض، وكده تمام، خلطة التوريق معايا جاهزة. هنحضر الصاج اللي هنشتغل فيه. انا دهنته سمنه بس حبايبي، مش بخلطه التوريق اللي حضرتها معاكم، الارضيه بس تدهن سمنه عشان ما تتحرقش مني. تمام. بعد ما دهنت سمنه ومجهزه خلطه التوريق، نيجي بقى كده نرص الجلاش بتاعنا. هناخد كده ورقه ورقه بالطريقه دي، هفردها بالطريقه دي حبايبي. زي ما قلت لكم ممكن تشتغلي في صاج، ممكن تشتغلي في صينيه المتوفره عندك. هبدا كده ارص ورقه ورقه، كل ما ارص ورقه ببدا بخلطه التوريق بتاعتي اهي. هبدأ كده فوق الوش كده رشة خفيفة كده بخلطة التوريق أو دهنة خفيفة كده بالطريقة دي حبايبي. عايزة أقول لكم الزبادي اللي ضفناه بخلطة التوريق بتدي كده طراوة حلوة جدا للجلاش بتاعتي، غير لما تدهنيه بسمنة بس. صدقوني خلطة التوريق ديت بتفرق في الجلاش، سواء بقى محشي، بس النهارده وصفتنا اقتصادية عاملين له سادة خالص. سواء عاملاه بالمكسرات، سواء عاملاه بالكاسترد أو بالأي حشوة تحبيها، أو سادة زي بتاعنا النهارده ده. خلطة التوريق بالزبادي اللي عملناها مع بعض بتفرق في طعم الجلاش جدا حبايبي. اهو بالشكل ده هفرد ورقة ورقة كده بالطريقة دي، وعادي الأطراف تتنيها وتضيف عليها خلطة التوريق، بتديها كده طراوة وتبقى طرية معاكي وطعمها في منتهى الجمال. تمام. نفس الطريقة دي حبايبي سهل جدا، مش هياخد معاكي كده 5 دقايق، هتكوني محضرة حلويات حلوة جدا جدا ومش مكلفة، اقتصادية قوي، وكمان طعمها في منتهى الجمال، هيعجبكم جدا. كل ورقة برصها كده هبدأ أضيف عليه خلطة التوريق بكل سهولة، وبين كل طبقة والتانية نبدأ كده نضيف من الخلطة بتاعتنا كده لحد ما نخلص الكمية كلها. أنا هنا استخدمت قد إيه جلاش، هنا لف الجلاش حوالي وزنها نص كيلو. أخدت الكمية كلها بالطريقة دي طبقات بين طبقة والتانية، مسحة خفيفة كده أو دهنة خفيفة من خلطة التوريق بتاعتنا. وعايزة أنبهكم على حاجة، أنا هنا مش ضايفة سمنة كتير، نص كوباية سمنة على الكمية دي كلها، يعني ما ضفت السمنة بس كتير لوحدها. هبدأ كده بعد ما خلصت كل الكمية معايا هقطعها بالشكل ده. عايزة تقطعيها مربعات، عايزة تقطعيها سمبوكسات أو مثلثات، أي الطريقة اللي تعجبك. أنا هنا قطعتها بالشكل ده، وكل واحدة من دي
دي قطعتها على مثلث كده يديني شكل المثلث بالطريقة دي. بصوا سهل جدا. اهم حاجة تقطعي صينية الجلاش قبل ما تضيفيها في الفرن. تمام. هقطعها معاكم مثلثات بالشكل ده. التقطيع على حسب الذوق براحتكم خالص، ممكن تقطعيها مربعات عادي خالص بطريقة سهلة وبسيطة كده. اهم حاجة يطلع معاكي صينية زي القمر. نضيف على درجة حرارة فرن عالي لحد كده لما ياخد لون ذهبي فاتح كده حلو وجميل. ابدأ خلاص اطفي عليه النار. ما بياخدش معايا وقت. بصوا حبايبي بسم الله ما شاء الله، اخد لون في منتهى الجمال، ذهبي حلو بالطريقة دي. بصوا ما شاء الله شكله جميل ازاي. طيب الجلاش بتاعنا سخن والسيرب بتاعنا بارد، احنا حضرناه في الاول خالص عشان يبرد. هبدأ انزل بالسيرب بتاعنا ده. سيرب الجلاش حبايبي متوسط، يعني كوباية ونص سكر كوباية مية، هيبقى معايا متوسط حلو ومظبوط جدا. هبدأ كده انزل كده بالسيرب بتاعي او الشربات على صينية الجلاش بتاعتي كلها بالطريقة دي. وبعد كده حبايب قلبي هيبقى معاكي احلى طعم جلاش تقدري تاكليه. وحلويات سريعة جدا ب20 جنيه بس. عملتي ما شاء الله الصينية القمر دي حاجة حلوة جدا مش مكلفة، عاملينها اقتصادية سادة. حالة سريعة جدا، ممكن تحضريه طبقات كده فوق بعض، طريقة سهلة وبسيطة جدا. ما خدش معايا وقت خالص. عايزة حاجة كده مسكرة حلوة طعمها حلو مش مكلفة اقتصادية، تقدري تعملي كده الجلاش بالطريقة السهلة البسيطة دي، مش هياخد معاكي وقت خالص. وعايزة اقول لكم كمان خلطة التوريق اللهم بارك، مخلية طعمها في منتهى الجمال، مورقة حلوة قوي قوي، طرية من جوه ومن بره كريسبي. بصوا من بره كريسبي وجميلة ازاي، من جوه طرية. شفتوا التوريقة حبايبي ما شاء الله، طعمها في منتهى الجمال، طرية جدا جدا من جوه يا جماعة، ومن بره كريسبي وجميلة. عايزة اقول لكم دي من ضمن الحلويات السريعة ما بتاخدش وقت جدا. كمان خلطة التوريق زي ما قلت لحضراتكم بتفرق جدا في طعمها، مش سمنة بس كده سادة وخلاص، لا هي بتديها كده طعم وطبعا قيمة غذائية، وبتخليها طرية كده وفيها طراوة حلوة قوي، وبتورقها بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي. هنصحكم ان شاء الله تجربوها وهتعجبكم وهتعجب كل اللي هيدوقها. حالة سريع، عايزة حلويات حاجة مسكرة، اولادك طلبوا منك حلويات بطريقة سريعة وسهلة جدا، تقدري تعملي صينية جلاش بكل سهولة. حابة تحشيها ممكن تحشيها مكسرات، ممكن تحشيها كنافة زي ما عملناها قبل كده مع بعض. ممكن تحشيها كمان كاسترد او مهلبية المتوفر عندك، او سادة لو وصفة اقتصادية زي ما احنا عاملينها بالطريقة دي، مش مكلفة خالص حبايبي. زي ما قلت لكم بلف الجلاش كده وعلبة زبادي، تكلفتها سهلة وبسيطة جدا جدا. تقدري كده تعملي حلويات بكل سهولة بطريقة اقتصادية وسهلة جدا، والطعم في منتهى الجمال. إذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير ودعوة حلوة طيبة منكم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.